السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم الحلويات اللي عملتها في عيد ميلاد بنتي. انا عملتها في البيت. حلويات طلعت طعمها حلو قوي، عجبت كل اللي دقوها. هعمل معاكم الاول الكنافة. ده نص كيلو كنافة هنحطه في الفريزر الاول قبل ما نستخدمه، وبعد كده نطلعه نكسره كده بايدينا او نفتفته ونحط عليه كوباية سمنة متسيحة. انا عملتها معاكم قبل كده كذا مرة، بس قلت اعمل معاكم برضو بتاعت العيد ميلاد بتاع بنوتي بقى. هنقلب الكنافة كويس قوي مع السمنة، وحطيت لها معلقتين سكر بودر. هنخلط الكنافة كويس قوي كلها بالسمنة عشان تبقى كلها لما تيجي تستوي تبقى لونها موحد. وهنحط ندهن الصينية اللي احنا هنحط فيها الكنافة، ندهنها بالسمنة برضو، نحط فيها شوية سمنة حلوين عشان خاطر الظهر بتاع الكنافة من تحت يبقى لونه ذهبي وحلو، اللي احنا هنقلبها عليه بعد كده. هنفرد الكنافة في الصينية. انا عايزة الكنافة دي بقى زي بتاعة الحلواني بقى، اللي هي الكنافة اللي سمكها رقيق كده وناشفة كده شوية ومقرمشة وطعمها حلو قوي. بنفردها كويس قوي الاول، نوزعها كويس قوي في الصينية عشان متبقاش حتة عالية وحتة واطية، ونفضل نضغط عليها كويس قوي بايدينا او بطبق. لازم نضغطها كويس قوي. انا حطاها في الصينية اللي هي بتاعة البسبوسة، اللي هي مقاس تقريبا مقاس 30، عشان خاطر تطلع معانا السمك بتاعها رقيق، ما تطلعش عالية. انا عايزه اعمل الكنافه بتاعه الحلواني، مش كنافه بقى اللي هي العاديه، لا. هنفردها كويس قوي كده، وبعد ما نتاكد ان هي اتضغطت كويس قوي بقت حلوه كده، هندخلها بقى في الفرن يكون درجه حرارته 200 او 200. واول ما تاخد اللون الذهبي الحلو دوت نطلعها نقلبها على الناحيه التانية، ونسقيها بالشربات يكون تقيل ويكون شربات بارد. هي بتاخد تقريبا كوبايتين شربات، سوري، كوبايتين سكر وكوبايتين ميه. ده اللي بنعمل منهم الشربات يعني، ونسيبه خالص لما يبرد ونحطه عليها. وكده كانت الكنافة خلصت. ودخلنا على الجزء التاني بقى من الحلويات، اللي هي البسبوسة بتاعت الحلواني، اللي هي بدقيق السميد. دول 3 كوبايات الا ربع دقيق السميد، عليهم ربع كوباية جوز هند. هنحطهم في الطبق، وهنحط عليهم كوباية سمنة برضو متسيحة. وهنقلبها كويس قوي بقى، نخلط الدقيق بتاع السميد كويس قوي مع السمنه، اللي هو اكننا بنبس كده الدقيق بالسمنه يعني. وهنحط عليها كوبايه زبادي صغيره وكوبايه لبن برضو صغيره، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي. وهنحط عليهم معلقتين عسل كلوكوز. عسل الكلوكوز على فكره بيدي البسبوسه طعم حلو جدا، بيخلي طعمها كده جميل الصراحه. هنقلبهم كويس قوي، هنقلب الخليط ده مع بعضه كويس قوي. وهنحط ربع معلقه كربوناتو، ودوت ربع كوبايه صوص كراميل انا عاملاه في البيت. البيكنج باودر بنحط ربع معلقه، ما بنحطش كتير، هو على طرف المعلقه الصغيره، حاجه بسيطه بس كده خالص. وبنجيب برضو صينيه مقاس 30 اللي هي صينيه البسبوسه، وبندهنها سمنه كويس قوي من تحت، وبنفرد فيها الخليط بتاع البسبوسه دي، وبندخلها في فرن برضو على درجه حراره 200. واول بقى ما بتطلع ولونها ذهبي كده وجميل قوي، على فكره هي مش لونها مش محروقه، ده هي طالعه لونها تحفه. الصوص الكراميل اللي احنا حطيناه بيديها طعم حلو جدا. هنقدمها بقى في الطبق ده بقى، خلاص بقى في العيد بنحط الحلويات في الطبق. طعمها بجد حلو قوي يعني، جميله جدا. كل اللي دقها شكر فيها قوي وقالوا لي طعمها حلو. بصي هما مش صابرين اغرفها اصلا في الطبق، عمالين يمدوا ايديهم ياخدوها من الصينيه. جربوها بالطريقه دي، بجد طريقه حلوه قوي ممتازه، وبتطلع حلوه قوي وجميله، وقطعه قوامها جميل ومتماسك كده وطعمها حلو قوي. ونحط بقى نرش عليها شويه جوز هند كده من على الوش عشان تديها طعم حلو. وهنقدمها بقى مع بعض. ودي الكنافه برضو حطيناها في طبق. خدت الصينيه كلها عشان تاكلها، قالت لي سيبي لي بقى الصينيه دي انا عايش معاها. والكنافه هي قدمناها، وده جلاش هعمله معاكم، هوريكم طريقته برضو بالتفصيل. بالهنا والشفا.